شوكولاتة دبي بالبيت. طبعا أنا جربتها ومو كلش عجبني طعمها، فقررت إنه أسويها بالبيت. فأول شيء المكونات، أول مكون ويانا هو عجينة الكنافة أو شعيرية الكنافة. طبعا عاد تستخدم كنافة مجمدة، بس أنا استخدمت هاي الكنافة. وثاني مكون هو الكاكاو. وثالث مكون هو كريمة الفستق أو البستاشيو. طبعا راح أموع الكاكاو والكنافة، راح أحمصها على النار تصير لون ذهبي، وأحط عليها البستاشيو وأخلطها، وهمين عندنا قالب على مود أحط بيه الكاكاو. طبعا لازم تحمسون الكنافة وهي زبدة، بس مو كلها طبعا. ناخذ شوية ربعها نحطها على النار تتحمص الكنافة وهي الزبدة، ونحط عليها البستاشيو. يلا بينا. طبعا هسه راح نقص الزبدة على مود نحطها على النار. وهسه راح نقص الزبدة. طبعا هسه راح نقص الزبدة، وهسه راح نحطها على النار. هسه راح نشغل النار. اوكي، راح نحط الكنافة. طبعا هسه راح نحط الكنافة. هسه راح نقلبها. طبعا هسه حطينا مي جو الكتلي وحطيناه على النار على مود يذوب الكاكاو. طبعا مثل ما تشوفون بدا يموع. طبعا مثل ما تشوفون هذا الشكل اللي احنا نريده على مود. هسه راح نخلي عليه البستاشيو. هذا هو القوام المطلوب. وهسه راح نخففه بخشوقة زيت. طبعا مثل ما تشوفون، شوفوا صارت تحفة. شوف الشكل، شوف اللمعة. وطبعا هسه راح نحطه بالقالب. طبعا هسه حطينا الكنافة بالطاسة على مود تبرد، ونحط عليها البستاشيو. وطبعا هسه راح نحط الكاكاو. طبعا هسه راح نحطها بالفريز على مود تجمد، ونحط عليها خلطة الكنافة ويا البستاشيو. وطبعا هسه راح نخلي كريمة الفستق البستاشيو على الكنافة. نفتحها، وهسه راح نخلي البستاشيو. شوية كافي. وهسه نحتاجينها بعد. طبعا هسه راح نخلطها ونرجع لكم. وطبعا هسه راح نحط بعد شوية من البستاشيو. اوكي، نزل. طبعا هسه راح نخلي هذا الخليط فوق الكاكاو. طبعا هسه راح نخلي الكاكاو. طبعا هسه راح نخليه بالثلاجة ونرجع لكم. وطبعا مثل ما تشوفون جمدة. شوف الجمال. طبعا هو مو جمال، بس يعني اهم شيء النعمة. هسه راح نغبي الدوم الكاكاو شوكولاتة دبي. طبعا مثل ما تشوفون صارت حوادث شوية، الله يرحمها. بس هسه راح نفتحها. تعالوا قربوا. شوف شكل. هسه راح نجربها. والطيبة. طبعا أقيمها 9 من 10. هذيك شوكولاتة دبي اللي جبناها قيمها 8.5، أما هاي 9. طبعا مو أنا مسويها، بس هاي اللي أنا سويتها ربحها ب4000.
ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون ضغط اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وبيس اوت فيفا.